بسم الله الرحمن الرحيم. اوبتومترست اند اوكيلارست يحيى خريسات. احنا هنا الأكاديمية الأردنية لتكنولوجيا البصريات. بنعمل على تصنيع العيون الاصطناعية، أحد لاينات الشغل اللي بنقوم فيه. العين الاصطناعية عادة تصنع بطريقة بنسميها الحقن، والمراكز الطبية اللي بتشتغل على هذا المنوال هي مراكز قليلة جدا في العالم. بنفتخر انه احنا هذه احد هذه المراكز، وبنغطي منطقة الوطن العربي بشكل عام. عادة تصنع العين الاصطناعية للمريض نفسه، وهون بتصير في فروقات ضخمة ما بين وجود العين الاصطناعية الجاهزة في المراكز الطبية وما بين العين الاصطناعية التي تصنع بطريقة الحقن للمريض بحد ذاته. الآن الفروقات ضخمة جدا. العين الاصطناعية العادية اللي تباع في الأماكن العادية سواء المستشفيات أو في العيادات هي جاهزة ونحصل عليها من الهند. هذه العيون فيها مشاكل ضخمة. أولا عملية التقارب من ناحية اللون والشكل والحجم ما بين العين المستأصلة اللي ركبناها وما بين العين الأخرى اللي موجودة، راح يكون التقارب مش لحد بعيد. في المقابل العين اللي تصنع بطريقة الحقن لا، بيكون التقارب فيها بنسبة 100%. النقطة الثانية الفروقات ما بين كلتا النوعين، انه العين الجاهزة بتكون الحركة فيها اقل لانها لم تؤخذ باساليب علمية نعرف من خلالها وضع النسيج الداخلي. اما العين التي استعملناها بطريقة الحقن فهي اخذت عن طريق اخذ الطبعة، وراح تشوفوها ان شاء الله بالفيديو المرفق مع هذا الكلام. الان عملية قدرة المريض على تحريك العين، بما انه اخذت العين الاصطناعيه التفصيل بطريقه الحقن، فاحنا استغلينا وجود العضلات او وجود الزرعه اللي زرعت للمريض بعد عمليه الاستئصال. وهون بنستطيع احنا انه نجعل العين الاصطناعيه تتحرك بتآلف مع العين الاخرى. اما اذا كانت من العيون الجواهز فهو صعب، لانه احنا ما غطينا منطقه النسيج الداخلي، ما كان فيها التلامس الضخم، وبالتالي مش راح تكون الحركه بالطريقه المرجوه. الان من الفروقات الاخرى اللي هي عمليه قدره المريض على النوم بالعين الاصطناعيه. في حاله النوع الاول اللي هي الجواهز لا يستطيع المريض النوم في هذه العين، لانها بتسبب له التهابات شديده ومؤلمه وتوذمات في هذا النسيج. لكن العين الاصطناعيه التي تصنع بطريقه الحقن نتيجه ملامستها لنقاط وهي موجوده بطريقه مريحه، ملامسه بطريقه مريحه لهذا النسيج، لا يستطيع المريض النوم فيها وارتدائها لايام عده، قد تصل الى في بعض الحالات لشهر كامل. لكن يفضل تنظيفها من كل فتره وفتره وبطريقه بسيطه بالماء الفاتر، في خلاف عن العين الاصطناعيه الجاهزه التي لها مواد خاصه وهي مكلفه على مريض العين الاصطناعيه. ذكرنا انه العين الاصطناعيه التي تفصل بطريقه الحقن تعفي المريض من وجود الافرازات وما الى ذلك، في المقابل الجاهزه لا، بتكون فيها هذه الامور. هذا شرح تقريبي عن الفروقات ما بين العين الاصطناعيه الجاهزه والعين الاصطناعيه التي تصمم بطريقه الحقن. نتمنى من الله انه يقدرنا ونكرم ماهر بحيث انه نصنع له عين جميله. طبعا هنا احنا بنحكي قاعد عن قزحيه تعتبر ضخمه حوالي 15 ملي، وهي الحاله صعب جدا انها تتواجد في العيون الاصطناعيه الجاهزه. وما طبعا له قصه مع هذا الموضوع، انه ما كان يستطيع قبل انه يشرفنا لهذا المركز انه يحصل على العين الاصطناعيه اللي بيتمناها، لانها كانت مغيره في شكل النسيج في هذه المنطقه، كانت تعطي لها شكل دائري لانها لم تؤخذ عن طريق الطبعه، وبالتالي حجم القزحيه كمان كان صغير، ولون القزحيه كان يختلف عن لون القزحيه هون، لانه لون عين ماهر هو مجموعه من الالوان، فصعب انه الجواهز نحصل فيها هذا الكلام. نرجو من الله انه يقدرنا ونكرمنا ماهر بعين اصطناعيه اللي بيتمناها. الآن ماهر عمره 24 سنة، تم استئصال عينه اليسار نتيجة إصابة مرضية. الآن مسؤوليتي أنا إن نصنع العين الاصطناعية بطريقة ما تسمى طريقة الحقن. وهون نحن بناخذ طبعا من الفراغ الحجاجي، بحيث إنه بصناعة العين راح نلجأ لهذه الطبعة، وراح تعطينا نتيجة طبق الأصل عن النسيج المأخوذة منه.
اوكي ماهر لو سمحت امسك هاي. بسم الله. في اي علامة ماهر؟ طبعا العملية غير مؤلمة نهائيا، لكبار السن تجرى وهو صاحي، لكن بحالة الأطفال لا نجريها تحت التخدير العام. مش عارف شيء ماهر؟ توصل في شيء؟ نتأكد من وصول المادة لكل أجزاء العين. ما بتطول حتى تنشف المادة، ما بيحرك عين المريض نهائيا في هذه المرحلة. هي الآن المادة تغلغلت في كل مناطق النسيج بحيث أنها أخذت الشكل الداخلي للنسيج، وراح تعطيني في النهاية كل تضاريس السطح الداخلي، وهنا بتساعدنا في عملية حركة العين الاصطناعية. الآن تقريبا المادة جفت، فإحنا بنسأل ماهر إنه لو طلع على إيدي هنا لاحظتوا الحركة اللي عمالها بتصير بالطبعة. طبعا ماهر مش زارع امبلانت، لهذا السبب بتكون الحركة محدودة جدا. ماهر الآن راح يطلع على الجهة هاي، أقصى اليمين يا ماهر وأقصى الشمال، لفوق لتحت. إذا بتلاحظوا الحركة لفوق ولتحت هي حركة كتير ممتازة. مرة ثانية ماهر، لفوق لتحت وعلى الزاوية هذيك. نعم عندي. الآن هيك اكتفينا من أخذ الطبعة ونشفت هي، فبنقدر نسحبها. هاي هي الطبعة الداخلية لهذا الشكل، وهيك رح تتصنع العين الاصطناعية لماهر إن شاء الله. سلامتك حبيبي. تقدر تعمل كت انت هسه. طبعا هذا هون انت بتقدر تضيف مرة ثانية. هون الشكل الخارجي للعين وهنا الشكل الداخلي لها، راح تتصنع بهذه المواصفات بالضبط. نعم.